هي باقات اكستريم نت راحت فين يا محمد؟ خلينا نشوف كده يا عزيزي الابلكيشن الخاص بيهم. الباقات دي كانت موجوده هنا في الانترنت، كنت بدخل على اداره الباقه كده ومفروض ان انا بلاقي هنا حاجه اسمها اكستريم. يا خبر ابيض، تكونش الشركه لغتهم خالص من الابلكيشن. يا اهلا بيكم، انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح النت. قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تحط لايك للفيديو ده، ولو انت جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس كمان بقول كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. شرح النهارده بمنتهى البساطه. بنبص كده من فتره لقينا ان جميع باقات اكستريم نت اللي موجوده في الابلكيشن عندهم ابتدت اللي هي اتشالت. اللي يقول لي ده الشركه شالتها خالص، واللي يقول لي محمد شوف لنا الباقات دي راحت فين، واللي يقول لي محمد هل هي هترجع تاني، واللي يقول لي محمد ده لسه موجوده عندي في الابلكيشن. فما تيجي مع بعض كده نوضح التفاصيل كلها، والاهم من كده هل ان احنا نقدر من خلالها ان احنا نحصل على انترنت ببلاش ولا لا، او نشحن باقه انترنت منها ببلاش ولا لا. ما تيجي كده مع بعض نعرف باقي الحكايه. اهلا بيكم في الجزء العملي. مبدئيا يا شباب كل اطلبه منك ان انت هتروح على البلاي ستور عندك وتبتدي تحمل منه ابلكيشن انا فودافون، اخر اصدار موجود عندك على الابلكيشن. يعني هتدخل على متجر بلاي وتحمل منه ابلكيشن انا فودافون، او لو هو طالب منك تحديث هتبتدي تحدثه لاخر اصدار موجود عندك. المفروض ان ده خط من ضمن الخطوط اللي انا فاتحها الخاصه بيكم. خلينا ندخل كده على الباقات، اداره الباقه بالشكل دوت. المفروض حاليا ان عندنا هنا لو جينا ندور على باقات اكستريم مفيش اي باقه اكستريم. باقات اكستريم راحت فين؟ طيب هتقول لي يا محمد ايه اللي خلى الكلام ده يظهر في دماغك دلوقتي؟ هقول لك يا عزيزي من فتره كبيره كنا على قناه التليجرام الخاصه بينا، نزلت منشور شافه 22,000 شخص، قلت لك تتوقع ان فودافون بعد حذف باقات اكستريم من الابلكيشن ايه هيكون الجديد؟ توقع صح واكسب معايا الفيديو الجاي باذن الله. الشرح هكشف لكم تفاصيل الشركه نفسها خفياها الى الان. قلت لك ان كمان الناس اللي هتجاوب صح الجائزه بتاعتها هتكون 50 جنيه رصيد لاول توقع صح، والمده كانت 24 ساعه اللي هي التوقعات. قلت لك سيب التوقع هنا، كنت سيب لك معرف البوت الخاص بيا. فبنسبه كبيره جدا في ال 24 ساعه مفيش ولا اجابه واحده صح، ولا اجابه واحده صح. طيب تعال بقى نكشف التفاصيل كده ونختار كمان ناس من كومنتس في الفيديو ده يبتدوا ان هم يكسبوا معانا 50 جنيه رصيد. يلا بينا يلا بينا على انا فودافون. دخلنا على انا فودافون بالشكل دوت. المفروض هنا كنت بتلاقي حاجه زي باقات بلس كده اسمها باقات اكستريم نت. لو جينا على باقات الاضافيه هنا مش هتلاقي اي حاجه، هنا تجديد حسب الطلب وتجديد تلقائي، مفيش اي حاجه تدلني ان انا اشترك في باقات اكستريم نت. هنا طبعا باقات بلس الغنيه عن التعريف اللي هي مثلا 250 ميجا وال1000 مش عارف ميجا، طبعا دي مع اضافه الزياده الخاصه بيها عشان احنا مشتركين في باقه فليكس. طبعا هنا من 120 ل 400 جنيه، وهنا من 7 جنيه ل 80 جنيه باقات بلس. طيب لو رحنا على تطبيقات بلس اللي هي دي اللي هي بقى شاهد وواتش ات ويوتيوب وبلس بلاي وتيك توك وكده، دي باقات ممكن تستخدمها برضه، كنا بنفعلها ببلاش فتره من الفترات. جميل خالص. خليني دلوقتي بقى اقول لك ازاي نشترك في باقات اكستريم. هتقول لي يا محمد انت ممكن تعمل سكريبت يعمل الكلام ده؟ ايوه هقول لك ان انا ممكن اعمل سكريبت ينفذ لك الباقات دي كلها في 2 كلام، بس احنا مش جايين نشرح المره دي السكريبت، احنا جايين نعمل ايه؟ جايين اوريك برضه ان في باقات اكستريم نت موجوده عندك في فودافون. طبعا هم ما حذفوها من الابلكيشن، بس خلينا نتوجه هنا كده بالشكل دوت على موقع فودافون اللي هو web.vodafone.com.eg. طبعا ده اليو ار ال يا جماعه، طبعا ده اليو ار ال الخاص بفودافون بالشكل دوت. خلينا نحذف الكلام ده بالشكل دوت، وهنا نكتب ويب، ادي اليو ار ال الخاص بفودافون web.vodafone.com.eg. هتبتدي تعمل له جو بالشكل دوت. بعد كده في هنا علامه شخص هنبتدي ندوس عليها، بعد كده تقول له يس لوجين مي. بعد كده عايز تحدد اللغه العربيه مفيش اي مشكله عندك. بعد كده بتبتدي تكتب الرقم بتاعك بتاع فودافون وباسورد حساب انا فودافون اللي بتدخل بيهم على الابلكيشن. بعد كده تقول له الدخول. بعد ما تعمل الكلام ده طبعا ده حسابي على ابلكيشن انا فودافون اللي هو بقول لك تحت اهلا مستر جوست. جميل جدا. المفروض حاليا ان باقات الانترنت ما عنديش اي باقات. طب تعالى ندخل عليها كده. هنا بقول له اختار الباقات بتاعتي، دخلنا عليه. جميل خالص. هنا زي ما حضرتك شايف بقول لك ايه، تطبيقات بلس، وهنا باقات بلس الجديده، وهنا حاجه اسمها اكستريم نت. لو ضغطنا كده على اكستريم نت هيظهر لنا جميع الباقات اللي اتلغت اصلا منين؟ من الابلكيشن. ادي جميع باقات اكستريم نت اللي اتلغت منين؟ من الابلكيشن انا فودافون. طيب ارجع مره ثانيه كده على الابلكيشن انا فودافون، تعالوا على الباقات كده. ادي اداره الباقه. هنا في اي حاجه الاكستريم نت؟ مفيش اي حاجه. طبعا الكلام ده موجود على الخطوط كلها، مفيش اي حاجه على الابلكيشن. بس لو رجعنا مره ثانيه هنا على موقع الويب بتاعهم موجود باقات اكستريم نت. الناس دي بتعمل ايه؟ طيب خليني اقول لك ان باقات اكستريم نت دي كان فيها عده ثغرات كنا بنستخدمها ان احنا نشغل منها انترنت مجاني، زي الفيديو الجاي باذن الله هيكون شرح برضه ازاي نستخدم الحاجه دي في انترنت مجاني. جميل. المفروض حاليا ان الشركه لا، طبعا خلينا بقى اضيف لك حاجه من عندي. طبعا في هوستين شغالين بيهم شركه فودافون، حاجه اسمها هوست الموبايل اللي هو موبايل.vodafone.com.eg، وحاجه ثانيه للويب اسمها web.vodafone.com.eg. الهوست ده مختلف عن الهوست ده تماما. الهوست الاولاني اللي هو الموبايل خاص بالابلكيشن، والهوست الثاني اللي هو الويب خاص بالموقع. طبعا انت لو كنت في الكورس الخاص بيا اللي بنقدمه لكم زمان ب 300 جنيه وحاليا سعره عامل 500 جنيه، يعني كان زمانك في حته ثانيه خالص، كان زمانك بتعرف تبرمج سكريبتات، كان زمانك بتعرف تطلع الثغرات، كان زمانك بتعمل كل حاجه تتخيلها. بس ما علينا من الكلام ده، مش موضوع شرحنا. خليني اقول لك يا عزيزي ان
الشركه لغت باقات اكستريم نت من على الابلكيشن، لان هوست الموبايل الخاص بيهم بيقدر من خلاله، او انت بتقدر من خلاله كمبرمج ان انت تطلع فيه ثغرات. فهم بداوا ان هم ينقلوا كل حاجه في الفتره الحاليه للويب لحد ما يظبطوا هوست الموبايل بتاعهم ويضيفوا له طرق جديده او امان اعلى. بعد كده يبتدوا يرجعوا الباقات دي كلها فين؟ على الابلكيشن. طيب لو ما رجعوش الباقات على الابلكيشن وحذفوها كمان من موقع الويب، فبالتالي طول الباقات دي ما اتحذفتش من السيستم الخاص بيهم، هنقدر ان احنا نبرمج لها سكريبت وتبتدي حضرتك تستخدمه. غير كده مش هنقدر، لو اتلغت من السيستم مش هنقدر لنا ولا اي حد ان هو يقدر يرجع الباقات دي، لان هي بتستخدم حاجه اسمها اي دي وبيكون موجود في اليو ار ال الخاص بيها. طبعا ما علينا الكلام ده المفروض ان انت تعرفه من كورس خاص بيا، وان شاء الله رب العالمين في الفيديو الجاي اعرفكم ازاي نشتغل على ثغره في باقات اكستريم نت. فلحد هنا عزيزي بكون انتهيت، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي اديتها لكم في الفيديو ده. الشرح كان سهل وبسيط جدا، مش محتاج كلام كتير، وانا لحد هنا بكون انتهيت. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. سلام يا عمر.